حتى مكتبه الاسلامي ما كان بيدي لهم عشان يجتمعوا فيه خواف، لكن بعد ما جاء السلطه تلحس وقوعكم وما عارف شنو الكلمات كثيره جدا جدا، وده تاريخ. هذا يعني زمانك يا مهادر فمرحي. محمد حسن عالم، حزب البحث العربي الاشتراكي، خريج جامعه النيل كليه الهندسه. اول حاجه مجموعه من الحاجات يتكلم عنها دكتور نافع، والمقامات محفوظه. الدرجه العلميه دي لو كان اخذها في زمن الانقاذ ما كان قلناها له ذاته، لانه في زمن الانقاذ ياما الناس اخذت درجات علميه في الوضع وفي المعارف شنو. احنا الشعب السوداني له فضل انه انت قريت على حساب الشعب السوداني واكلت على حساب الشعب السوداني في الداخليات، واخذت درجه الدكتوراه من جامعه الخرطوم على حساب الشعب السوداني اللي انت حرمته ابسط حقه. والتحيه للشهيد محمد عبد السلام اللي عشان المرتبه جلدوه من داخليه النصر، الزول اللي قتل واسي حاليا معتمد في الدوله اللي اسمها السودان، بتقيموه وترقوه. اللي جرى محمد عبد السلام من الطابق الرابع براسه لحد ما طوق قتلتوه. تتكلموا عن الاخلاق والاسلام، والله الاسلام بريء منكم براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ما عنده اي علاقه به. ولكن بنقول اذا الشعب يوم اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. اللي بنعمل فيه احنا ده كله انا في تقديري كلام فارغ، مساله انه نخش لك ونناقشك ونثبت لك انه انت كعب والمصحف الشريف انت بجوا نفسك مقتنع انه انت اسوء من وطئت قدمه الثرى، اسوء من وطئت قدمه الثرى، واكثر انسان ضيع الحقوق في البلد دي. لكن الكلام ما مفيد. النهايه الفيصل بيننا وبينك الشارع السوداني ده سلاح ما بنرفع. في حزب البحث العربي الاشتراكي اللي انت تكلمت عن انه اخذ التاريخ كويس، نحن بنتكلم عن رساله خالده. الرساله الخالده دي ما التاريخ يا عزيزي الفاضل كويس. اذا انت لهتك السلطه والعمارات الشارحه في بري كويس عن انك تقرا التاريخ جيدا، اعلم تماما انه حزب البحث العربي الاشتراكي رسالته الخالده اللي بيتكلم عنها دي شنو يا عزيزي الفاضل. انا كان اتمنى انه نافع اللي بيجي يتكلم لنا هنا على الاجنده الخارجيه، وما انت ما قاعد مع الناس في همش وريب، ما قاعد مع الناس في دار السلام القريبه دي، انت ما قاعد مع الناس في دلق المحس في الشماليه، الناس مؤامنه زي طالع، الناس ما لاقي يتكلم لنا عن لقمه العيش. الليله القطمه بتاعت السكر ب 53 جنيه في بلد فيها 200 مليون فدان صالحه للزراعه، يتكلم لنا عن العيشه اللي بقت عامله زي الاضان، قدر الاضان العيشه ب 300 جنيه، يتكلم احنا جعانين تعزيتنا طالع، ما تستبشر لنا وتجيب لنا هنا وتقول لنا ما عارف شنو بتاع. يا شيخنا الشعب الجعان ده حيثبتك. انت الليله ما عايش اي معاناه، انت اولادك الاثنين اللي قروا جامعه الخرطوم لليله قروا قبول خاص، عباده ولدك ده قرا جامعه الخرطوم الى قبول خاص، ما بتخجل؟ اذا كان الشعب السوداني 90% منه ما لاقين يقروا، ولدك بيقرا قبول خاص على حساب الشعب السوداني وانت طالب نص قروش الشعب السوداني، وين الاخلاق؟ ولدك محمد نافع خرج من جامعه الخرطوم راكب عربيه ب 200 مليون. انا حاليا مهندس بتاع كهرباء من جامعه النيلين، عاطل ما لاقي شغل، انا مؤهل اكثر من ولدك ده، ولدك مربي 3 سنين في كليه الهندسه هنا، بعد ده كله حيتخرج حيتعين، ولدك عمل له منظمه خاصه عشانه محمد نافع، وانا واحد من ادفع الناس من خريجين الهندسه الكهرباء جامعه النيلين قاعد عاطل، دي بلد بالدروين انتوا حكومه محترمه. السلام عليكم. لما في استودات مفتوحة الأخ هناك في الآخر، نرجو برضو الالتزام بالزمن، نرجو مراعاة خطاب سياسي يكون لائق نوعا ما.